للقائمين على هذه الجمعية التي في حقيقة الأمر أثلج صدري لما طلعت على مجموعة المشاريع التي تقوم بها لصالح ساكنتي بلدية أبراق، كما أعبر لهم عن استعدادنا التام في دعم هذه المسيرة النضالية وتتويجها إن شاء الله لفائدة جميع المواطنين ومعوزي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. ها نحن اليوم كنا أمام آخر محطة في هذا الموسم، موسم الأنشطة الخيرية لجمعية همسة أمل للخير التضامنية. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. فران عبد النور، رئيس جمعية تنفيذ الخشبة والفنون الدرامية أضرار. احنا ان شاء الله خرجنا انا في هذا الحفل الخيري الختامي الأنشطة تاع جمعية همسة أمل لنحييهم على هذه النقلة النوعية في الاحتفالات يعني ولا في المراسم تاعهم. حاجة جد ما شاء الله، يعني عجز اللسان وتعجز الكلمات ويقف قلمي أن يعبر على هذا الحفل اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. هي لحظات وجدنا أنفسنا فيها نشارك ونقتسم فيها دقائق خيرية مع فريق جمعية همسة أمل للخير التضامنية في نهاية مشواره لسنة 2017. هذا المشوار الذي كان يتسم زخم من النشاطات، زخم من التفاعل، زخم من التكوين كذلك، لأنها وفق متابعتنا لهذه الجمعية نلمس بأنها ترتكز وتجمع ما بين النشاط التفاعلي والنشاط التكويني، وهذه ميزة خاصة تمتاز بها هذه الجمعية. جمعية همسة أمل للخير التضامنية جمعية ذات طابع اجتماعي تضامني، لها 3 مكاتب تابعة لها، وهي بزاوية كنتا وتنقوق وكذلك بأولاد أحمد تيمي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ألف تسليم. أما بعد، معكم العضوة كبير أسماء من فرع أولاد إبراهيم تيمي، وأنا أصغر عضوة أصغر عضوة في جمعية همسة أمل خير التضامنية. نشكر السيد رحموني عبد الرحمن الذي والناس القائمين على هذا الحفل الاختتامي للنشاطات الخيرية لعام 2017، ونتمنى إن شاء الله حلول علينا 2018 بكل خير والسلام، وإن شاء الله نبذلوا فيه أقصى جهد لإرضاء الله سبحانه وتعالى وإزاحة الغبن على المحتاجين والفقراء. ويعني في هذا الموسم اخترنا يعني شخصية متمثلة في الأب الروحي للجمعيات، المرحوم حاج كوكي، تغمد الله ان شاء الله بواسع رحمته وجعله يعني في منزله نبيين وصديقين وحسن اولئك رفيقا. يعني فهذا يعني اختيار لشخصيه الاب الروحي للجمعيات ما هو الا رد للقليل والعرفان والشكر لما قدمه للولايه وللشباب وللجمعيات كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على اشرف خلق الله المرسلين. المتحدث كوكي عبد المجيد ابن المرحوم الحاج احمد كوكي. بهذه المناسبة الشريفة وهذه الأيام المباركة أشكر جزيل الشكر جمعية همسة أمل على هذا التكريم اللي هم اعتبروا الوالد المرحوم أب لجميع الجمعيات الخيرية، متمنيا من الله عز وجل أن يوفقهم لما يحبونه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أولا نتقدم بالشكر الجزيل لهذه الجمعية، جمعية همسة أمل للخير التضامنية، والتي تعد أحد أنشط الجمعيات الخيرية في ولاية أضرار. في هذا الحفل الاختتامي، اختتام أنشطة الجمعية والتي كانت أنشطتها مليئة طيلة سنة
2017 وقبلها، يعني قبل سنة 2017. ونتمنى إن شاء الله تعالى أن تحدو باقي الجمعيات الناشطة في ولاية أضرار حدو جمعية همسة أمل، اللي هي جمعية رائدة. قلت وأؤكد وأجدد قولي هذا من خلال ما رأيناه طيلة سنة 2017 وقبلها. إذن أجدد شكري لهذه الجمعية ولباقي الجمعيات الناشطة على مستوى ولاية أضرار. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أنا أبشر لكل فقراء، أبشر لكل محتاجين، أبشر لكل مساكين، أبشر لكل إنسان أنك ما راكش وحدك. بكم يكون لنا عائلة إن شاء الله وبالتوفيق، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله والنجاح. يعني حقيقة من هذا المنبر أشكر كل المتطوعين، إطارات المكاتب البلدية، بكل من مكتب زاوية كنتا تينركو ولاد أحمد تيمي والمكتب الولائي على ما بذله في هذا الموسم يعني من مجهودات. إن شاء الله ربي يجازيهم ويعطيهم ما يتمنوا إن شاء الله. نشكروا يعني أسرة الإعلام، نشكروا كل الضيوف اللي أبوا إلا أن يشاركوا العائلات المعوزة والفقيرة واليتيمة يعني في هذا الحفل الخيري مقام على شارقهم. نشكر يعني أيضا كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح كافة أنشطتنا ومشاريعنا الخيرية طيلة الموسم. إن شاء الله موسم آخر متجدد 2018 مزيد إن شاء الله من التحلق والنجاحات، وشكرا. أيها السادة والسيدات، صباح الخير. أنتم على القطار جرويك 937 والمتوجهة من مطار أضرار إلى مطار هواري بولدين بالجزائر العاصمة. السيد قائد الطائرة رحموني عبد الرحمن وطاقمه يتمنى لكم رحلة موفقة وشكرا. Mesdames et messieurs, mes amis, bonjour. Vous êtes sur avion Boeing 737 à destination l'aéroport d'Adrar et l'aéroport Houari Bouldien d'Alger. Il est 9h du matin, à température 20 degrés Celsius. Le commandant de bord, Rahmouni Abdelrahman et son équipage vous souhaitent un bon voyage. Merci.